من بعد ما وافقت أمريكا على الشروط ال10 ديال إيران باش أنهم يكونوا أساس المفاوضات. مشى الوافد ديال إيران لباكستان، ومشى الوافد ديال أمريكا حتى هو لباكستان، وكان من بين الشروط ديال إيران خص يتوقف إطلاق النار ما بين لبنان يعني حزب الله وإسرائيل. هذا شرط أساسي باش أنهم يبدأوا في المفاوضات. قبل ما يوصلوا المفاوضات أمريكا استغلت الفرصة ودعات المفاوضات مباشرة ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. علاش ما دارش هاد الخطوه من قبل؟ علاش حتى لدابا؟ وحزب الله يعني بالسياسيين ديالو، حيت هو حزب سياسي معترف به كيمارس كل الحقوق ديالو، ماشي ارهابيين، هما حزب سياسي وعنده جناح عسكري. يعني الممثلين السياسيين ديال حزب الله رفضوا هذه المفاوضات المباشره مع اسرائيل، على الاقل توقف الحرب وندخلوا في المفاوضات. قالوا ما ودي الا تفاوضنا واطلاق النار باقي مستمر غادي نعطيو تنازلات بزاف، ولكن حزب الله عارفه باللي ايران ما غاديش تخلى عليها. وهذه هي النقطه الاساسيه عند امريكا بغات توصل ديك النقطه ديال دوك المربعين ديال السنه والاتباع ديالهم غادي يقولوا ايران تخلات على لبنان، حيت امريكا عارفه باللي داك الشرط ما غاديش تخلى عليه ايران، غادي تحيدوا لايران. هي امريكا غادي تضغط على اسرائيل باش توقف الحرب، ولكن غادي يديروا مفاوضات ماشي بالشرط ديال ايران. يعني باغيين يحيدوا هذه النقطه هذه، يحيدوها لايران. غادي يقولوا ماشي ايران اللي وقفت الحرب في لبنان، ولكن الحكومه اللبنانيه هي اللي وقفت الحرب في لبنان ماشي ايران. باغيين يحيدوا هذه النقطه لايران، هكذا بغاو صافي. امريكا عارفه باللي غادي توقف الحرب، ولكن عن طريق الحكومه اللبنانيه. هذه النقطه ما تحسبش لايران، هذا الشيء اللي بغات امريكا.